مرحبا فيكم من جديد. لو أول مرة تشوفون قناتي انزلوا تحت الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عشان تدعموني أكثر. اليوم وصفتنا مرة لذيذة، طبعا من ما يسوي الجيمات برمضان، بس هذه الطريقة جدا جدا لذيذة كريسبي وما شفت ألذ منها. جربت طرق كثير لكن هذه الوصفة هي اللي نجحت معاي. مرة لذيذة وسهلة وما تحتاج أي شيء. كهت الزعفران والهيل. يلا بسم الله نبدأ. نحتاج 2 كوب دقيق وملعقة سكر كبيرة، وراح نضيف 2 ملعقة صغيرة من النشا وملعقة صغيرة خميرة وباكنج باودر. طبعا حطيت هنا المقادير الجافة كلها مع بعض. الحين أبدأ أحط الزيت. حطيت 3 ملاعق زيت اللي هو ربع فنجان زيت نباتي. بعد كذا راح أحط ربع فنجان من منقوع الزعفران. طبعا تقدرون تستغنون عنه لكن اللي يبغى نكهة الزعفران يحط. بعد كذا كوب حليب دافي، وحطيت معاهم الهيل ملعقة صغيرة، وأبدأ أعجنها شوي شوي لحد ما أوصل للقوام المطلوب. طبعا قوام الجيمات لازم يكون شوي خفيف، ما تخلونها مرة سايلة ولا ثقيلة مرة، عشان تجي مرة مقرمشة معاكم بهذا القوام. وأتركها تتخمر 40 دقيقة، وبكذا خلصت عندي وقت التخمير. الحين بالملعقة راح أطلع الهواء اللي فيها ونبدأ نشتغل عليها مع بعض. طبعا في كذا طريقة، بس أسهل طريقة جربتها اللي هي بهذا الشكل. طبعا بيدي راح أسويها بهذا الشكل وعلى طول في زيت. طبعا ما هو حار مرة ولا هو بارد. أبدأ أقلبها بهذا الشكل، أغطسهم كذا شوي بالملعقة عشان تتساوى عندي وتتحمر يعني بشكل متساوي. راح أرفع عليهم النار شوي ولحد ما، طبعا النار مو عالية، لحد ما أوصل للون المطلوب. وكل ما تحمرت كل ما صارت مقرمشة وصارت لذيذة. وبكذا خلاص جاء وقت التقديم. طبعا تقدرون تزينونها بالشيرة، لكن أفضل نكهة بالنسبة لي هي دبس التمر، مرة لذيذ. وطبعا مع السمسم وحبة البركة، مرة لذيذة وسهلة ونكهتها مرة مرة مميزة. وأهم شيء بالجيمات طبعا إنها تكون مقرمشة، قرمشتها جدا جدا خيال وما تشربت أي زيت. أنصحكم كلكم تجربون هذه الطريقة لأنها صراحة خرافية ولذيذة مرة مرة مرة. مع القهوة العربية يا سلام، أحلى الجيمات رمضانية. وبكذا خلاص خلصت وصفتنا لليوم. إن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة، وشكرا لكم ولدعمكم وتفاعلكم.